ما حكم الحجامة؟ هل هي سنة؟ الحجامة التي هي نوع من أنواع العلاج الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح البخاري وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاث: شربة عسل، أو شرطة محجم، أو كية بنار، وأنا أكره الكي. هذه رؤوس الدواء التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم: العسل، وشرطة المحجم، والحجم يعني مص الدم من الجسم بما يفعله الحجام، أو الكي بالنار. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يكره الكي، لم يفعله إلا للضرورة، فعله مع بعض الصحابة للضرورة. والحجامة سنة نبوية للمحتاج لها لا شك، وقد يقال سنة مطلقا، أما المحتاج لها ففيها شفاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فضل الحجامة ما أخرجه الترمذي في جامعه، يقول صلى الله عليه وسلم: اسمع هذا الحديث العجيب: ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا قالوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة، يا محمد مر أمتك بالحجامة. حديث صحيح عند أهل العلم. الملائكة توصي النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصي أمته بالحجامة لما لها من الفضل الكبير. طبعا الحجامة تكون في أيام من الشهر مستحبة مقدمة على غيرها، كما في الحديث عند أصحاب السنن، قال صلى الله عليه وسلم: من احتجم ل17 أو 19 أو 21 كان له شفاء من كل داء. 17 من الشهر العربي الهجري، أو 19 أو 21، هذه الأيام تستحب فيها الحجامة